بجد نسوي أكلات طيبة على الفطور بس يبقى التشريب الأحمر عند العراقيين غير بنات. طريقتي بالتشريب حيل طيبة وسهلة كلش ما تاخذ وقت. بجدر بزيت أحمس اللحم، أضيف ورق الغار وأستمر لحد ما تطلع ريحة الحمس. بعدها ضفت البصل نوم وبصرة والفلفل الأخضر الحلو، رشة كركم أو بهارات لحم اختيارية. ضفت خاشوقة معجون وطماطة شلت منها القشر وخليتها بمحضرة الطعام. بنات الطماطة تنطي طعم رهيب للتشريب. أضيف المي الحار وأسد الجدر حتى يستوي اللحم. وأكيد ويا التشريب سويت تمن أبيض واستخدمت رز محمود لأن نثره حبة طويلة. بنات وبهذا الفيديو راح أختار متابعة تفوز بزيت الجداري من رز محمود. وقبل لا يستوي اللحم بربع ساعة أضيف الحمص المسلوق والملح وميح للتشريب بدون ثريد. وهنا بلشت أصب التشريب على الخبز. خليت قطع اللحم ونسيت أقولكم بنات ساعة واحدة وطلع اللحم هيج مستوي. ليش؟ لأن استخدمت زنود غنم. حيل طيبة وبسرعة تستوي بنات. طعم التشريب يجنن وهاي أسرع وأطيب طريقة للتشريب وألف عافية.